بص، اول حاجه بالنسبه لي دي اهم حاجه يعتبر في السبع حاجات، او من اهمهم اللي هي ذكر الله. انت قاعد مع نفسك تقدر تذكر الله باي ذكر في بالك. ومن اهم الاذكار اللي لازم تهتم فيهم في وقت فراغك، انت اول ما تصحى تصلي الفجر، تقعد ما فيش حاجه تعملها في اول يوم، او مثلا معك مدرسه او في الاجازه حاليا لسه ما رحتش الجيم بتحضر فطورك. انت لما تحضر فطورك تقدر تقول حاجة مفيدة، تقدر تقول انت وبتاكل مثلا، انت لو بتحضر بتطبخ بتعمل اي حاجة للفطور تقدر تقول اذكار الصباح. اذكار الصباح ما تاخدش معاك 5 دقايق او 10 دقايق بالكثير، وهتفرق معك جدا لانها اذكار الصباح يعني هتحميك من حاجات كثير جدا باذن الله. برضه بالليل مثلا بعد العصر كده كن في الجيم او كن وقت فراغ. أصل العصر ده يعتبر وقت فراغ بالنسبة لناس كتير، فانت في العصر تقدر تقول اذكار المساء اللي برضه يعني يبقى انت معاك وقتين فراغ بالنسبه لك في اليوم، تقدر تقول فيهم الاذكار بتاع الصباح والمساء. بعد ما قلت الاذكار بتاع الصباح والمساء تقدر تستغفر ربنا، تسبح ربنا، لا اله الا الله، الله أكبر.